السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تلقاكم هاد القصة في أحسن حال، بالصحة والسلامة والعافية وبكل ما كتمناو يا ربي. ونبداو القصة ديالنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واحد الراجل عنده نفوذ وعنده معارف وفلوس ومعروف. السيد عايش في المدينة ومزوج وعنده 2 ولاد، ولد وبنت. الولد في عمره 23 عام، وهو كان بلي بالصيادة، ديما كيمشي يصيد هو ولده. أرانا ولده شبه ليه، طاغي بحال باه وعاجبو راسو، وكيقول أنا ما بحالي حد، كيدير أي حاجة وكيتعدى على الناس وما يقدر حتى واحد يهضر معاه. واللي كيتشكى منه عند باه كيقول ليه يا إما غادي تسكت وتدخل سوق راسك ولا ندخلك للحبس. الراجل ما كيرحمش. الولد واخد ليه باه واحد الطوموبيل، كيضل يدور بيها وما كيحترم حد، لا بوليس لا جدارمية، وما يقدر يهضر معاه حتى حد، حيت ولد فلان. كان كيبقى يدور بالطوموبيل ويتفلى على البنات، تبان ليه شي بنت كيديها صحة ولا بالخاطر، وكيبقى يتفلى عليهم. انا ولد فلان كندير وندير، وكيبقى يجرها شويه بشويه، غير كيضحك عليها، كيقول ليها يلا اللي في جهدك ديريه. هو وباه كل شي كيبان ليهم ساهل. الولد كيتفلى في جهه وباه في جهه وغاديه. واحد الغابه كانوا كيمشيو يصيدوا فيها، بغى يكريها غير بوحدو، وباش ما يبقاوش يبرزطوه الصيادة الاخرين، كرا ديك الغابة من الدولة ولات بحال ديالو. اي واحد يوصل ليها يتحمل مسؤوليته. حداها كاينه واحد الارض فلاحية ديال واحد الراجل، بان ليه يشريها من عنده باش يبقى قريب من الغابة. منين يسالي يمشي يبات فيها ويرجع الغد ليه يصيد. شرا ديك الارض من عند السيد بالزز ولا بالخاطر، دور بها السور كبير وعالي، ودار باب على برا، وفي الوسط بنى الدار. بقى كل سبت وحد كيجي يدوز تما ويصيدو ويرجع في حالو للمدينة. ولا حتى الولد كيدي صحابو للدار، كيحيحوا فيها ويديروا فيها كل شي، وباه كذلك. بقاو هكاك اليوم غدا اليوم غدا حتى لواحد الصباح غادي يمشيو للغابة باش يصيدوا. الراجل كيقلب على ولده ما لقاش، قالت ليه مرتو باللي راه ما باتش في الدار. قال يمكن راه كاين في الدار الاخرى اللي حدا الغابة. مشى كيلقى الباب محلولة والولد مقتول في وسط الدار، والضرب اللي ضاربينو بحال شي واحد مغزف عليه. واحد الحالة كارثية. شاف ولده هكاك طاح. من بعد مشى عند الجدارمية، علمهم، أبقى يحيح عليهم، أنا فلان وأنا والله حتى نربيكم إلا ما شديتوش ليا هذا اللي قتل ليا ولدي. المهم ترونات تما، قاع الناس ساقوا الخبار، ولد فلان قتلوه. جاو الجدربية والتشخيص، كيلقاو الدري كله مضروب في عنقه. سولوا باه منين جا شنو لقى. قال لهم لقيت الباب محلول وولدي في هاد الحالة، صافي من بعد جيت لعندكم نعلمكم. كيدخلوا كيلقاو الطبلة عامرة وفيها 2 كيسان وقارو وطفاية. عرفوه كان معاه شي حد. بقاو يقلبوا في الدار، ما لقاو والو. هزوا الولد داوه
وبداو البحث. لقاو الناس كاملين ما كيحملوه لا هو لا بواه، حاروا ما عرفوش شكون اللي غادي يكون قتلو. قالوا نبداو البحث مع واحد 4 ديال صحابو قرابين ليه. جابوا الاول، واش الضحيه كتعرف عليه، كتعرف عليه شي حاجه، شكون كان معاه؟ قال لهم اودي انا مده هذه ما شفتوش. ما عطاهم والو. جابوا الثاني، قالوا ليه نفس الاسئله، جاوبهم نفس الاجوبه. جابوا الثالث هكاك، الرابع تا هو بحالهم. ما كانوش معاه وخلاص. شكون قتلو؟ راكم عارفين عنده العداوه بزاف، اي واحد يقدر يقتلو. طلقوهم، بقاو يسقسيو هنا 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 من هنا من هنا والو. خرجوا التقارير انه مات بديك الضرب اللي في عنقه. طلعوا البصمات ديال الكيسان، خرجات بصمه ديالو والبصمه الثانيه ديال واحد البنت. مشاو كيقلبوا، عرفوا سميتها وعنوانها فين كتسكن وعمرها داك 20-21 عام. مشاو جابوها دخلوها. البنت شافوها مخلوعه وكتقفقف. كيسولوها ما عارفه ما تقول. قالوا ليها دابا غير تبتي معانا بنتي وقولي لنا شنو طرا وعلاش قتلتيه، راه لقينا بصماتك في الكاس. بدات كتبكي، قالت لهم ماشي انا اللي قتلته، انا كنت معاه اييه، ولكن ماشي انا اللي قتلته. قال له شكون قتلو؟ قالت لهم انا طمعت وجيت لعنده حيت عنده الفلوس. كنت كنهضر معاه شويه وجلست معاه، وصلت 10:30 كنسمعوا الدقان في الباب. قال لي وقيله هذا راه الوالد. خرج يشوف شكون طل، عرف باللي راه ماشي بواه. حل الباب حتى كنسمع ضربوه، وشي مرا كتقول ليه يا ولد الحرام يا الفاعل يا التارك، وكتغوت وتضرب فيه وطاح. خرجت نشوف، لقيت المرا مشات وهو طايح ميت. والصراحه هربت، خفت يجيو البوليس يلصقوها فيا، حيت اصلا انا كادبه على دارنا. قلت لهم غادي نبات عند صاحبتي، ولكن عرفتكم غادي تجيو عندي حيت خليت البصمات في الكاس. قال لها واش متاكده اللي سمعتي صوت مرا؟ قالت لهم يا سيدي متاكده. قال لها مزيان. عرفوا البنت انها كتقول الحقيقه، حيت هو اصلا لقاوه طايح عند الباب، ولكن ما طلقوهاش. قالوا لها غادي تبقاي معانا حتى نساليو البحث. بداو يقلبوا على البنات اللي دار معاهم المشاكل، لقاو بزاف. هادي اغتصبها، هادي تفلى عليها، هادي ما خلى ما دار معاها، كل وحده وشنو دار ليها. منين استدعوهم كيسولوهم على ديك الليله فين كانوا، كلهم جابوا الحجه ديالهم فين كانوا، وعرفوهم ما داروا والو وطلقوهم. رجعوا البنت لي شادين، قالوا لها شنو بينك وبينه، علاش مشيتي عنده؟ قالت لهم انا كنمشي عنده حيت كيهددني، وحنا ناس دراوش ما باغي لا صداع لا مشاكل. قال لها انتي شحال وانتي كتعرفيه؟ قالت لهم شي عام دابا. قال لها وهذا العام كان كيعرفك غير انتي، ما عرف حتى وحده اخرى؟ بقات كتفكر. قالت لهم وهداو عليا، راه كان قال لي كيعرف شي وحده وعنده شي حساب معاها، غير هي راه ما دارت به لا شكايه لا والو. ضحك عليها وبقات حالفه فيه هي وخوها. هادشي اللي قال لي، وقال لي راه ما عندهم ما يصوروا مني والو، وهي راه خدامه عند شي ناس راه كنعرفها فين ساكنه. قالوا ليها مزيان زيدي دينا عندها دابا هاد البنت. صافي داتهم، دقوا في الدار، خرجوا مالين الدار.
قال لهم واش فلانه كتسكن عندكم هنا؟ قال لهم هي خدامه عندنا، ولكن راه بحال بنتنا، مده وهي ساكنه معانا هنا. قالوا لهم كلموها لينا. خرجت البنت داوها، قالوا لها عرفتي علاش جبناك هنا؟ قالت لهم لا. قالوا لها واخا فلان كتعرفيه؟ قالت لهم يا سيدي كنعرفو، وكاع الناس كتعرفو. قالوا لها بينك وبينو شي حاجه؟ قالت لهم لا. قال لها واخا نهار الجمعه بالليل فين كنتي؟ قالت لهم كنت في دارنا. مشاو سولو، قال لهم ما باتتش في الدار. قال لهم متاكدين؟ قال لهم متاكدين سيدي. البنت كذبات. رجعوا عندها قالوا لي علاش كذبتي وانتي ما كنتيش في داركم؟ قالت لهم نتوما سولتوا الدار اللي خدامه فيها؟ لا، انا كنت في دار والديا، دار با امي. واخا، عطينا عنوان دار والديك. عطاتهم العنوان. مشاو سولوا والديها واش بنتكم نهار الجمعه بالليل كانت عندكم؟ قال لهم لا سيدي ما جاتش، هي اصلا مده هذه ما شفناها. علاش؟ اش واقع؟ قال لهم صافي واخا دوزوا عندنا الكوميساريه وغادي تعرفوا شنو واقع. رجعوا عندها، قال لها كتضحكي علينا، حتى والديك ما بتيش عندهم، ليش هاد الكذوب؟ شوفي، يا اما غادي تقولي لينا فين كنتي ولا غادي تحملي المسؤوليه، راه القضيه فيها الروح. ما غاديش نقول لكم فين كنت. صافي انا ما بغيتش نقول. صافي قال له خلاوها، قال ما كاين حتى مشكل، خلاوها عندهم حتى تهضر على خاطرها. البنت الاخرى اللي عندهم طلقوها حيت ما كايناش شي حاجه ضدها. بقى البحث. واحد النهار غادي تجيهم بلي واحد الولد لقاوه معلق في واحد الشجره. مشاو البوليس، بقاو يسولوا الناس، عرفوا الولد هو خو هذيك البنت اللي شادينها وما بغاش تهضر. مشاو لواحد البيت كاريه باش يشوفوا اشنو فيه. هرسوا الباب ودخلوا، لقاو جوج سدادر ولقاو شي حوايج ديال البنت. عرفوا اختو كانت معاه، عرفوا هذيك الليله كانت مع خوها. وخوها علاش قتل راسو؟ حيت عرف البوليس غادي يوصلوا ليه وبالخلعه قتل راسو. بقاو كيقلبوا، لقاو تحت السداري 4 ديال الماس، واحد فيهم فيه اثار ديال الدم. هزوا الماس داوهم وقالوا للبنت عرفتي خوك راه قتل راسو. صدموها، قالوا ليها شوفي غير عاودي لينا، حنا راه عارفين كل شيء. رانا البنت منين عرفت خوها مات وقتل راسو انفجرات وقالت لهم انا اللي قتلته. قال لها مزيان، يلا عاودي لينا شنو طرا. اشنو طرا؟ البنت شافها بقى كيتبعها وهي كتهرب منه وهو والو لاصق فيها. اليوم غدا وبقى كيهددها، ولات كتخاف منه، بدات كتركب معاه. واحد النهار داها لداك الدار اللي حدا الغابه، تكرفس عليها بزز منها. منين سالا جرى عليها، قال لي يلا اللي بجهدك دابا سيري ديريه، الا مشيتي عند البوليس ما عندك ما تصوري منك عداد، ماشي انتي واول وحده ولا اخر وحده. بقات كتبكي، ما قالتها حتى لواحد، ما قدرت تقولها لحتى شي حد. بقات كتفكر، مشات قالتها لخوها وعاودت ليه كل شيء. قالت لي دابا اشنو غادي نديرو؟ قال ليها انا غادي نمشي نهضر معاه. بلاتي هي احسن. مشى عنده، بغى يتفاهم معاه غير بشويه، بقى الاخر كيسب فيه ويعرق ليه. قال لي ما كنعرفك لا انت لا اختك، يلا ضرق عليا وجهك. ما خلى فيه غير اللي نسى. مشى عند اختو،
قال ليها راه ما بغاش يدير معايا الحل، بقى كيعاير فيا، ولكن او والله لا بقات فيه، غادي نقتلوه. بقات اختو كتشوف فيه، قالت لي صافي انا معاك، نصفيو عليه. داكشي اللي كان، تافقوا هو واختو، حضاوه مزيان، عرفوه كاين في داك الدار بوحدو. بقاو حتى الليل ومشاو دقوا عليه. هي فاش حل عليهم الباب وضرباتو بالموس لعنقو، وخوها كتفو وخلى اختو كضرب فيه ضرب فيه ضرب فيه حتى مات. صافي اعترفات وتحكمات، واخا دافعت على شرفها والو، القانون ما كيرحمش. رانا واحد الولد من داك الدوار اللي تما عنده اختو، وغادي يسمع من والديه كيقولوا ها هو ربي انتقم منه على داك الشيء اللي كان كيدير في الناس. الولد ما فراسو والو، قال لهم شنو كاين؟ بقاو كيعاودوا ليه، قال ياك ما يكون تكرفص ليا حتى على اختي. مشى عندها سولها، قال ليها ياك ما حتى انتي تكرفص عليك. بقات كتشوف فيه، قالت لي صافي دابا راه مات. قال لي ها والو، غتقولي ليا كل شيء. قالت ليه ما عندي ما نخبي عليك، اللي عطا الله عطاه. قالت لي تكرفص عليا حتى انا. قال لي اخوها حتى انا غادي نجيب لك حقك. هز موس ومشى عس على الراجل في الدار حتى خرج غادي لطوموبيلته. مشى ليه من اللور وبقى كيضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه يضرب فيه بداك الغدايد حتى صفاها ليه حتى هو، وبقى كيغوت قتلته قتلته، اخيرا قتلته وانتقمت لختي قتلته. حتى تجمعوا عليه الناس وكيقول لهم انا اللي قتلته. عيطوا ليه على البوليس وشدوه وتحكم حتى هو. وكانت هذه هي النهايه ديال الولد وباه اللي كانوا كيتجبروا على الناس. وقال ليك اللي كيدعي بالقوه كيموت بالضعف. وهذه هي اخرتهم. كنتمنى تكون عجبتكم هذه القصه، وما تنسونيش من اللايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى قصه جديده ان شاء الله.